الممبار وجماله، واسهل طريقة تعمليها بيه في البيت ومش هتاكليه بره تاني. بصلاية كبيرة مفرومة في الكبة هحطها في بولة وهنزل عليها بفلفل اخضر مفروم. والممبار بيتعمل ني في ني مش مسبك. والتوابل بقى لكل كوباية رز معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من البهارات. ده مقدار الكوباية الواحدة. انا هنا كنت عامله كوبايتين من الرز، ودول تقريبا اخدوا معايا حوالي 700 جرام من الطماطم المعصوره في الكبه. مش بعصرها في الخلاط عشان محتاجش ازود لها اي ميه خالص وتبقى قوامها تقيل. عندي بقى حزمة شبت وبقدونس وكزبرة متقطعين صغير، وبحط منهم جزء كده واشوف الكمية اللي معايا هتحتاجهم كلهم ولا لا. بعدها هنزل بالرز اللي هما كوبايتين من الرز المنقوعين ومتصفيين كويس. هقلب المكونات وهحط عليهم من نص كوباية لكوباية الا ربع من الزيت. وبعدين هزود معلقتين كبار من الصلصة بتدي لون حلو قوي للممبار. وهنا حسيت ان هو محتاج باقي الخضرة عشان لونه يبقى مظبوط. وكده خلاص بقى جاهز معايا ان انا احشيه. والكمية دي من الخلطة حشيت بيها 20 واحدة من الممبار بالحجم ده. أنا دايما بقطعه بنفس الحجم، وكل 10 وحدات بالحجم ده بعمل لهم كوباية. وأنا دايما بخلي دهون الممبار من بره مش من جوه عشان ما تسحش جوه الرز وتعمل طعم مش لطيف. هي كلها بتنزل في الشوربة ومش بيبقى ليها أي أثر خالص. ببدأ بقى أحشيه بالطريقة دي بإني أحط صباعين كده جواه عشان يتفتح، وبعدين أدخل بالإيد التانية الرز وببططه كده وبخليه مش مليان قوي عشان ما يفرقعش وهو بيتسلق. بعد ما اخلص الكميه كلها بكون مجهزه حله كبيره فيها ميه سخنه بتغلي على النار، واحط فيها الممبار بنزل بواحده واحده عشان تمسك نفسها لغايه اما اخلص الكميه كلها. بحط له معلقتين صغيرين من الملح، ولو حابين اي توابل تانية براحتكم. واول ما يغلي بديله تقليبه كده وبوطي النار عليه واسيبه ساعه بالظبط. بطلعه من الشوربه وبصفيه واقليه في زيت غزير، واستمتعوا باحلى ممبار هتاكلوه في حياتكم. وما تنسوش تعملوا فولو.